السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة نورسين ودي قناتي، قناة مطبخ ام البنات. النهاردة هنعمل مع بعض الكماج الفلاحي او البكاكيم حسب ما بتسموه، وهنقول على كل تركاتها وحركاتها واحدة واحدة. وده شكل الكماج بتاعنا وهو بيتسوى كمان في الفرن. يلا بينا ندخل على المقادير، بس ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. عندي كيلو من الدقيق نخلته، وبعد كده بعد ما هنخل كيلو الدقيق كله هجيب كوباية احط فيها باكو من الخميرة الفورية، وعندي نص كوباية سكر هاخد منها معلقتين للخميرة والباقي على الدقيق، وهحط عليه ميه دافيه وابتدي بقى ادوب الخميره بتاعتي كويس جدا كده لغايه لما تدوب معايا خالص. وبعد كده هغطيها واسيبها على جنب لغايه لما تخمر. هجيب بقى الدقيق بتاعي وهرش رشه من الملح كمان على الدقيق، وهبتدي ان انا اقلبه كده تقليبه بسيطه. وهنخش على المقادير التانية. عندي نص كوبايه من السمنه، ممكن تحطي سمنة على زيت، ممكن تحطي سمنة بس اللي يعجبك، بس هو اهم حاجة يكون بسمنة مش بزيت بس. هبتدي ان انا ابس الدقيق كده يعني يبقى زي حبات الرمل. لو انت بتحبي الادام زيادة شوية في المعجنات او بالذات الكماج ممكن تزودي، بس هو مقدار كوباية مقدار الكيلو دقيق نص كوباية من السمنة. حطيت بقى الخميرة بتاعتي بعد ما ابتدت ان هي تخمر كده، وهجيب عندي ده لبن رايب، بزود منه مية، بزود منه حبة حبة. ممكن لو عندك اللي هو الشرش بتاع الجبنة، او لو عندك لبن قطع يعني بقى رايب برضو ممكن تستخدميه، او ممكن تجيبي لو عندك حليب عادي هتجيبي كوباية الحليب تحطي عليها معلقة من الخل، وهيبتدي يقطع كده، وتبتدي ان انت تعملي بيه. بيكون دافي شوية هو يا بنات، شكله سايل كده عشان انا دفيته على النار، لكن هو اللبن المقطع مش بيبقى كده، بيبقى تقيل شوية، لكن انا عشان دفيته على النار فصل من بعضه. هبتدي بقى ان انا اعجن العجينه لغايه لما شفتوها كده، ودي كده شكلها بعد ما خمر. عندي بقى كيس من التلاجة حطاه على الرخامه. النهارده هنعمل الكميك بتاعنا في الفرن، مش في فرن البوتاجاز، مش الفرن الغاز يعني. ونتيجته هتطلع حلوه جدا جدا وهتعجبكم. هبتدي اقطع الكميه بتاعتي، بقطع كل قطعه على قد وحده الكمية اللي انا محتاجاها، لاني لسه هتخمر كمان في الفرن. يعني انا في قطع قطعتها ولما لقيتها كبيرة قطعت منها الحتت الزيادة. دلوقتي بقى هرصهم كلهم زي ما انتوا شايفين. دي الكمية بتاعت كيلو دي كلها، كنت بعدهم بس انا مش فاكرة صراحة هما طلعوا كام واحدة. وبعد كده هجيب كيس تاني من كيس تلاجة برضو مفتوح، واغطي الوش بتاعهم عشان ما ينشفش، واسيبها بس ترتاح 10 دقايق. وبعد كده جبت بقى الصينية اللي هي بتاعت العشاء الكبيرة دي، حطيت عليها اكياس تلاجة برضو مفتوحة. وبعد كده هجيب الدقيق بتاعي، هجيب رشة كده من الدقيق، علبة فيها شوية دقيق بساط جنب مني، هرش رشة بسيطة كده من الدقيق. وابتدي ان انا اجيب اول واحدة قطعتها ولا كورتها، وابتدي ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن ما تحتاجيش نشابة يعني او فرادة، انا جبت الفرادة وابتديت اعمل بيها، بس في كذا مرة ان انا اعملها بايديا، بس مش محتاجة هي ولا فرادة ولا نشابة ولا اي حاجة. ده السمك بتاعها. وحطيتها بقى على الصينية اللي انا حاطة عليها اكياس التلاجة، وهبتدي اعمل برضو بنفس الشكل. بتبتدي تضغطي من جوه لبره كده عشان يبقى الكماج بتاعك كل واحدة سمكها يعني العجينة كلها سمك واحد في الرغيف. وتبتدي تبططي كده، وبعد كده برضو اخدها احطها على الصينية التانية، على الصينية برضو لغاية لما اخلص الكمية بتاعتي كلها. ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. سرعت لكم شوية الفيديو عشان تشوفوا. وده لو حابة ان انت تخليه كبير شوية، دي كانت القطعة دي العجينة كبيرة شوية، فطلعت معانا الرغيف بالشكل ده اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي اول كمية انا خلصتها. هروح بقى اجيب ملاية، عندي ملاية تكون نضيفة،
وهحطها على وش العجينة بتاعتي اللي خلصت عشان اعمل زي دور تاني من العجينة فوق منها. ودي الكمية كلها اللي كانت في الصينية، وكمان حطيت حبة على الرخامة وهسيبهم بقى لغاية لما يخمروا. وبعد كده بتشغلي فرن البوتاجاز فوق وتحت، وتحطي الصينية فاضية في الفرن لغاية لما تسخن جامد جدا. وبعد كده ترصي فيها الكماج بتاعك، وزي ما انت شايفة كده بيبتدي ينتفخ، وتفضلي تقلبي فيه كده وتلفي الصينية بتاعتك لغاية لما ينتفخ معاكي ويتحمر من تحت وفوق. وده كان شكل الكماج بتاعنا بعد ما خلص. دي الكمية كلها، كان طعمه حلو جدا جدا وطعمه تحفة، وما شاء الله البنات كمان اكلوا منه وهو كان لسه طالع من الفرن، عجبهم جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، وان شاء الله تدعولي كده وتكتبولي كومنت حلو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع الف سلامة.